أنا حكيت ديما نحكي على لقاءاتي بعبد العزيز بوتفليقة الله يرحمه. قلت له يا عبد العزيز، انقذنا، انقذ المغرب العربي من هذه قضية البوليزاريو اللي قاعدة تدمالة تسوسة في التفاح تاكل في المغرب العربي، وعدم تعاون اللي ماشي يوصلوا تقريبا 200 مليون. المغرب العربي كله تحرم من التعاون، وتحرم من التنمية، وتحرم من الاشتراك. قال لي يا دكتور أحمد، قضية البوليزاريو قضية هواري بومدين الشخصية، والله حرفيا. قال لي هو أكهو اللي شاد فيها، أما لا من مصلحة الجزائر ولا من مصلحة المغرب. باش تتكون دولة عمرها ما تتكون من 70,000 مواطن من البوليزاريو مقطوعين على المغرب. لأن أحمد بن صالح من أهم الزعماء التونسيين وكان له مكانة عالية. وقال لي لما استقبلني هواري بومدين الرئيس ذاك، وتوقف هواري بومدين دقيقة وقال لي وهو يشير بيده إلى غروب، معنى محور غروب الشمس، يعني إلى المملكة المغربية، وقال لي ما دام هؤلاء يتحكمون في العرش معناها في المغرب نحن لا ننام مطمئنين. هذا كان في فبراير 73.